علاقة ما بين الداعشية واليهودية؟ طبعا طبعا. هذا الأمر يذكرني، لازم أرجع إلى التاريخ، إلى أواخر الدولة العثمانية. من أهم عوامل سقوط الدولة العثمانية هو إنشاء الحركة الوهابية. والحركة الوهابية استغلت كلمة التوحيد والمحافظة على التوحيد والكلمات المطاطة هذه والشعارات الزائفة، زين، وفعلا استغلت هذا الأمر واستغلت عقول الأعراب وبعض السذج والناس لمآرب صهيونية يهودية صرفة وبدعم من بريطانيا. قاموا بشبه الجزيرة العربية بهدم الأضرحة. لاحظ هذه الأمور منين جت؟ جت أساسا من تبني فكر إسلامي يخالف إجماع، لا أقول إجماع، لكن يخالف جمهور العلماء. وأنا أكلمك الآن بالفكر السني تحديدا، ما أدخل بالفكر الإباضي أو أدخل في الفكر الاثنى عشري أو الزيدي أو إسماعيلي. أتكلم تحديدا بالفكر السني اللي هو فكر ابن تيمية. وهذه القنبلة الموقوتة اللي كانت في القرن السابع انفجرت في أواخر الدولة العثمانية واستقلت عن طريق بريطانيا، وأنها كانت هي الخنجر الأول. علاقتها بداعش اليوم هي التاريخ يعيد نفسه، هو التاريخ ذاته. لاحظ أمر مهم جدا، لماذا لم تدمر قلاع خيبر إلى اليوم؟ لماذا تمحى آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وفي مكة وفي هذه المناطق إلا قلاع خيبر؟ هذا سؤال، ليس فقط هيكل سليمان إنما حتى قلاع خيبر. هذه الثقافة لمحو الآثار الإسلامية يستغلون فيها عقول الشباب. وأنا أرجع أقول كلمة ثانية، أنهم إلى الآن هذا الفكر إذا ما عالجنا من الناحية الفكرية قبل أن نناقش إحنا قضية التفجيرات وقضية إن هدم الأضرحة والآثار، إحنا عندنا قضية فكر يا أستاذ. إحنا مشكلتنا مش أزمة فكر، أزمة فكر يجب أن يقتلع من جذوره. الفكر التيمي الذي تلقفته بريطانيا وسقته في شبه الجزيرة العربية، وإلى اليوم فرخت لنا فروخ دواعش. أستاذ عبد العزيز، أنا أكلمك من الكويت. أستاذ عبد العزيز، أنا أكلمك من الكويت، عفوا. نعم، لا فقط تفضل. من باب المداخلة الطبيعية، يعني أشرت يجب أن نتحرك. نعم، العلماء الإسلام تحركوا لإنقاذ بوذا في أفغانستان، واستنفر علماء الإسلام وذهبوا لإنقاذ بوذا من التفجير. هل بوذا أشرف من الأنبياء عند بعض علماء الإسلام؟ يا سيد العزيز، أين علماء الإسلام عندما اكتشف بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام 1991 ميلاديا، أبان حرب تحرير الكويت؟ نعم، جاءت الجرافات الوهابية وهدم بيت رسول الله من جذوره بالجرافات. ما تكلم عالم، ما سمعنا كلام لعالم. إلى الآن أين آثار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا سيد العزيز، داعش ما هي إلا شعبة من شعب الفكر الوهابي. وعلى فكرة أرجع أقول لك الآن، أنا أكلمك من الكويت. نعم. الكويت مليئة بالدواعش، وفي أغلبهم دواعش ويحملون هذا الفكر. إذا الفكر ما يناقش، حتى العنف اللفظي والسلوكي وإقصاء الآخر موجود. لذلك إحنا دواعش، فينا دواعش. لذلك هي العملية، أنت ماذا تنتظر الآن؟ والله العظيم في الكويت أنا أكلمك، اللي يردع هؤلاء الناس الدواعش ترى هو القانون. لو تزيل عنهم القانون راح شنو تلقى؟ راح تلقى وحوش، راح تلقى كارثة. والدليل على ذلك أعطيك دليل الآن علمي. لما تصدر جريدة في الكويت، جريدة الوطن الكويتية، حطوا إعلان فترة قصيرة من قبل 2 أو 3 اللي هو تجهيز 12,000 مقاتل أو جهادي في سوريا. هذا شنو؟ مش دواعش؟ هذا مو فكر داعشي؟ من أين جاء؟ جاء من فكر السلفي الوهابي. فعندنا احنا مشكلة الفكر إلى الآن احنا نعاني. لما ظهرت ظاهرة داعش حتى في العراق من فترة قصيرة جدا، من 3 شهور لما صارت الأحداث في بدايته، في الكويت هني بعض الناس يطلعوا مظاهرات ويرفعون أعلام داعش بالشوارع وبالصحف ويكتبون ويدعمون داعش. سيد العزيز، احنا مشكلتنا لا زالت هذه الحكومات تكذب. بعض حكوماتنا في الخليج تحديدا تكذب. الفكر الوهابي مدعوم. إذا تبونا فعلا نكون واقعيين وصريحين مع أنفسنا، نعالج الفكر الوهابي. الفكر الوهابي يجب أن يقتلع من جذوره. ما يطلع لي مسؤول في الخليج ويتكلم لك عن الإرهاب وعن التطرف دون أن يسمي الجبهة النصرة أو يسمي داعش أو الحركة السلفية. طيب، مو هذا الفكر هو أساس الإرهاب. نعم. أنت لما تكلمني عن تفجير، أنا أكلمك الآن عن قتل في غزة، أطفال يموتون. ما ألقى من علماء داعش ولا ألقى من مفتين الجهاد الوهمي ألقى فيهم شخص يتكلم ليس لنا إلا الدعاء لأهلنا في غزة. شنو هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا التباكي؟ يا سيد العزيز، أساسا السلفية
الوهابية صناعة بريطانية صرفة، والآن ما يحدث من داعش استغلال، والتاريخ يعيد نفسه، مثل ما كانت خنجر السلفية الوهابية لإسقاط الخلافة العثمانية، الآن لتفتيت ما تبقى من الدول. لاحظ العراق، لاحظ سوريا، لاحظ الآن مصر. بصرف النظر كل اللي قاعد يحدث الآن استغلال عن طريق المتطرفين دينيا والملوثين عقليا، وبدعم من مخابرات بعض الدول في الخليج العربي تدعم هذا التطرف. لا يغركم كلام المسؤولين في التلفاز، يطلع لك هذا المسؤول وذاك المسؤول ويتحدث بأن احنا نحارب الإرهاب والتطرف. لا، التطرف موجود في مناهجنا التعليمية في الكويت، عندنا التطرف موجود، التطرف موجود في مساجدنا. احنا عندنا في الكويت هنا مراكز ترعاها الدولة إلى الآن. روح الحرم توزع كتب محمد بن عبد الوهاب، واعطيك دليل على التطرف لابن تيمية على سبيل المثال. تفتح الكتاب الفتاوى المجلد الأول الصفحة الأولى، حكم الذي يجهر بنية الصلاة، يقول يستتاب. لاحظ النزعة الداعشية، يستتاب. يا الله، أنا أجهر بنية الصلاة أستتاب؟ مصيبة. هذه الروح العدائية التكفيرية تلقفها محمد بن عبد الوهاب وزرعها في الدواعش، واستغلتها المخابرات البريطانية وزرعتها في المنطقة، وكانت خنجر في قلب العالم الإسلامي والخلافة العثمانية بكلمات وهمية، التوحيد والحفاظ على التوحيد. هذا الفكر جاء أو طرأ في الفكر الإسلامي بعهد قريب جدا، منذ ظهور ابن تيمية في أواخر القرن السادس بداية القرن السابع الهجري، واختلق ما اختلق من النصوص أو قرأها بصورة خاطئة، وخالف إجماع المسلمين، وضرب بحرض الحائط كل الاجتهادات ورأي العلماء في القرون الأولى، الأول والثاني والثالث إلى السابع هجري، وحوكم لشذوذ أفكاره. وكان من الناس من الداعين الأوائل لعدم زيارة القبور، لهدم القبور، لانتقاص من أقدار الأنبياء والرسل على رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجة التوحيد. وهذه ما تلقفت الآن القاعدة وداعش والفكر السلفي الوهابي منذ هدم البقيع وآثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة شرف الله، وأيضا في البقيع ومأساة البقيع وتهديم الأضرحة. وإلى الآن، إلى هذه اللحظة تمارس داعش السلوك العملي للفكر السلفي الوهابي العلمي